السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس اللي بتحب الشوكولاتة، النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة. هنعملها بطريقة حلوة قوي، طريقة سهلة وبسيطة، وهتطلع معاكي الكيكة هشة واسفنجية وطعمها حلو جدا. مقاديرها مظبوطة وناجحة معاكي بإذن الله من أول مرة. كمان هنعمل معاها صوص الشوكولاتة، صوص حلو قوي وسهل التحضير، هنعمله على البارد. كل الكلام ده هنعمله في الخلاط، مش هنحتاج لا مضرب كهربائي ولا عجان. يلا تابعوا معايا الفيديو، بإذن الله وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها. يلا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه هنبدا في تحضيرها هي المكونات الجافه. معايا مجين ونص من دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق الحلويات منخول كويس. معايا كمان رشه من الملح. معايا باكت ونص من الكيك شيف ما يعادل 40 جرام. معايا كمان 4 معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني، كاكاو المر، ما يعادل نص مج. هنستخدم نفس المج المعياري في كل الوصفه. معايا كمان رشه من البن او القهوه سريعه الذوبان، 1/4 معلقه صغيره. بنقلب بقى المكونات الجافه كويس قوي مع بعض. نبدأ بقى في تحضير المكونات السائلة في الخلاط. كده معايا 3 بيضات. هنزل كمان باكت من الفانيليا، معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة بتدي ريحة حلوة قوي. معايا كمان رشة من البن او القهوة سريعة الذوبان، بتضيع اي زفارة للبيض وبتدي ريحة حلوة قوي، بتظهر طعم الشوكولاتة معايا في الوصفة. معايا كمان مج من السكر، وهنزل بنص كمية اللبن دلوقتي. هنزل بمج واحد بس دلوقتي، بعد كده هنزل بكوباية من الزيت او مج من الزيت. معايا كمان معلقة كبيرة من الخل. نزلت بمج واحد من اللبن، عشان هنزل بيه الاول مج من اللبن هنزل بيه على البارد، والمج التاني بعد شويه هقول لكم هنعمل فيه ايه. نضرب بقى المكونات السائله كده مع بعض كويس قوي لحد السكر ما يدوب والمكونات كلها تتجانس مع بعضها. بنزل بقى بالخليط السائل دوت في بوله كبيره او طبق عميق، وبنزل عليها بالمكونات الجافه. وبعد ما اضيف المكونات الجافه اكون محضره جنبي مج من اللبن الساخن، يعني قبل مرحله الغليان بشويه. بعد ما بقلب المكونات الجافه مع المكونات السائله زي ما احنا شايفين كده، هنزل بقى بكوبايه اللبن السخنه دي، بس هنزل بيها بالتدريج. يعني هنزل بيها كده ربع كوبايه بربع كوبايه زي ما احنا شايفين كده، واقلب كويس. ممكن ما تحتاجش الكوبايه كلها، ممكن تحتاج معلقتين حسب نوع الدقيق وحسب حجم البيض اللي انا استخدمته في الوصفه. بقلب بقى، عايزه احصل بس على عجينه سائله، يعني ما تكونش ماسكه قوي معايا وفي نفس الوقت ما تكونش خفيفه يعني. بقلب بقى كويس كده مع بعض. هي احتاجت معايا في الوصفه كوبايتين بالظبط من اللبن. انا ما سخنتش اللبن كله في الاول عشان بس ما يسويش معايا البيض. المرحله اللي هي الاخيره ديت بتدي هشاشه جدا، يعني كوبايه اللبن السخنه اللي في الاخر دي بتدي هشاشه للكيك. بنزل بقى بسائل الكيك دوت في صينيه مدهونه بالزيت او السمنه، انا هنا دهناها بالسمنه. حجم الصينيه عندي هنا 34 في 22، ده اكبر حجم عندي للصواني البايركس. يفضل ان الحواف بتاعه الصينيه تكون عاليه. انا هنا الحواف بتاعه الصينيه عندي ما كانتش عاليه قوي، والكيك بسم الله ما شاء الله كان يطلع هشه قوي وعاليه، فكان المفروض ان انا احطها في صينيه تكون حرفها اعلى من كده بشويه. بحرك بقى صينيه عشان تطلع وتخرج الهواء اللي موجود في قلب الصينيه. بالنسبه لمرحله الخبز او التسويه، بنسوي الكيك في فرن الحراره بتاعته تكون اقل من المتوسطه، الرف الاوسط، المده من 40 ل 45 دقيقه. بعد ال 45 دقيقه بنختبر الكيك بالخله كده، لو لقينا الخله ناشفه تبقى الكيكه استوت معايا. ابدا بقى وهي في الفرن كده احضر صوص الشوكولاته. معايا في الخلاط مج ونص من السكر، معايا كمان مج ونص من الحليب او اللبن، معايا كمان مج ونص من الزيت. ممكن نستخدم مج واحد لكل المكونات، يعني مج من الزيت ومج من السكر ومج من اللبن، بس انا هنا زودت عشان انا كنت عايزه شويه الصوص يكون كتير شويه. معايا كمان رشه من الفانيليا او نقطتين كده من الفانيليا السايله. معايا كمان 1/4 معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان او البن. معايا كمان 4 معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني او نص مج من الكاكاو. ابدا بقى اضربها في الخلاط لحد الخلاط ما يقف معايا كده، يعني الخليط معايا بيبقى غليظ بالشكل ده. بوقف الخلاط وبقلب كده معايا بالمعلقه. كده صوص الشوكولاته جاهز معايا. اول بقى الكيك ما يطلع من الفرن على طول وهي سخنه كده، ابدا ان انا اصب عليها الصوص بتاع الشوكولاته. زي ما احنا شايفين انا بوريك الخله هنا ناشفه معايا، يعني الكيكه مستويه وبسم الله ما شاء الله عاليه معايا ومرتفعه جدا، لدرجه ان انا ما كنتش عارفه احط الصوص. الحروف عندي بتاعت الصينيه مش عاليه، والكيك بسم الله ما شاء الله مرتفعه جدا. عشان كده يفضل ان الصينيه تكون الحواف بتاعتها عاليه عشان نقدر نصب كل كميه الصوص، ولو حابين كمان بزياده نزود عليها. زي ما احنا شايفين كده ببدا بقى ان انا افرد الصوص بتاع الشوكولاته زي ما احنا شايفين بالشكل ده، واسيبها بقى شويه كده تتجمد معايا. يعني ممكن ندخلها التلاجة او ممكن نسيبها شويه بره لحد ما تبرد. نبدأ بقى نمسح الحواف بتاعة الصينية، وعلى ما تبرد بنجهز كده معايا قطع او مكعب من الشوكولاتة الخام. ببدأ ان انا اقشره كده او ابشره، يعني احسن من ان انا ابشره ممكن انا استخدم القطاعة بتاعة البطاطس وابدأ ان انا اقشر كده فيه، بيدي شكل حلو قوي وهو موجود فوق الصوص بالشكل ده.
زي ما احنا شايفين كده ببدأ ان انا ارش او افرد الشوكولاتة المبشورة على وش الصوص زي ما احنا شايفين كده. عايزة اقول لكم والله بجد طريقة تحفة، من احلى الكيكات اللي ممكن تعملوها. ببدأ بقى ان انا اقطع الصينية زي ما احنا شايفين، يعني ممكن تقطعوها زي ما انتوا حابين، يا اما مثلثات يا اما مربعات. انا قطعتها زي ما انتوا شايفين كده لمربعات. حبيت اوريكم قد ايه الكيكه طالعه هشه واسفنجيه، بسم الله ما شاء الله، والله بجد طريقه تحفه ومقاديرها مظبوطه جدا، وطعم الصوص كمان كان حكايه. شايفين الصوص، شايفين كمان ارتفاعها، بسم الله ما شاء الله، كيكه هشه جدا واسفنجيه. لو اتفضل معاكم صوص في الاخر ممكن ان انتوا تحطوه على وش الكيك زي ما احنا شايفين، وصفه روعه. وكده وصفتنا خلصت النهارده، بتمنى يا رب وصفة النهارده تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسوش بقى تشجعوني وتدعموني بلايك، وتشرفوني باشتراككم في القناة، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. بشكركم جدا. السلام عليكم.